ولما نتكلم عن الحاجة الحلوة ونكون عايزين ناكل أكلة حلوة تكون بسيطة، النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الكيكة بأسهل طريقة تقدري تعمليها، ولا هتاخد وقت ولا اي حاجة معاكي. طريقتها سهلة جدا، يا دوب بتجيبي الاربع بيضات وكيس بيكنج باودر وكيس فانيليا وكوبايتين دقيق وكوباية سكر وكوباية لبن. شفتوا سهلة ازاي؟ دلوقتي جبنا في الخلاط وكسرنا البيض الاربع بيضات وحطيت عليه الفانيليا وحطيت عليه البيكنج باودر، كل حاجة بتحطيها عندك في الخلاط. ودلوقتي بنحط اللبن. ما تنسينيش بعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. كده انا خلاص بحط السكر. سهلة جدا جدا الكيكة، تقدري تعمليها بطريقة سهلة. طبعا انا بكون مجهزة الفرن ومولعة عليه على نار هادية. دلوقتي الخليط كله بتضربيه في الخلاط طبعا كويس علشان خاطر كله يمتزج مع بعضه بالشكل ده. وطبعا بتكوني مجهزة الصينية اللي انت هتعملي فيها قالب الكيك. الكيك ده يا جماعة سهل ان انت تعمليه سادة، وممكن تعمليه بالشوكولا، وممكن تعمليه بكذا طريقة. ودي اللي انا هعملها معاكم ان شاء الله في الفيديوهاتنا اللي جاية. بس ما تنسوش تتابعوني وتعملوا لايك للفيديو وشير يا جماعة. دلوقتي هنا كوبايتين الدقيق اللي انا قلت عليهم في اول الفيديو، بتجهزيهم في بولة عندك، وبعدين بنحط الخليط اللي احنا جهزناه اللي انا قلت عليه. سهلة جدا وبسيطة، وزي ما انا ما قلتلك تضربيه كويس جدا في الخلاط. وبعد كده بعد ما حطيته في البولة دلوقتي بالمضرب بضربه كويس جدا. بس في هنا غلطة انا عملتها، انا المفروض كنت حطيت في الخلاط معلقتين سمنة، بس انا طبعا علشان نسيت ان انا احطهم مع الخليط حطيتهم في البولة هنا وانا بقلبه بالشكل اللي انتوا شفتوه كده معايا. بصوا الخليط عامل ازاي، ولا بيكون خفيف او ولا تقيل، او السمك بتاعه بيبقى حلو. امشي على المقادير دي صح، هتطلع معاكي كيكة تحفة يا جماعة. كده انا خلاص الصينيه اللي جاهزه معايا حطيت فيها شويه سمنه بالشكل ده، شويه صغيرين، وبتوزعيه وبعدين توزعي الخليط بتاعك بالشكل ده. وطبعا زي ما قلتلك في اول الفيديو بتكوني مجهزه ومولعه الفرن على نار هاديه. كده خلاص، وهنبتدي ان احنا ندخله الفرن بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده معايا لغايه لما يدي اللون الاحمر. طبعا انا كنت مولعه عليه الشوايه من فوق علشان خاطر يدي اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده معايا. عايزه اقول لكم ان كان طعمها تحفه، وهي دي مقادير الكيكه الصح اللي انت تعمليها. وهوريكم دلوقتي شكلها النهائي بعد ما تطلع من الفرن. هنا انا كنت بشيك عليها وبشوفها شكلها هتبقى خلاص لونها دخلت في الاحمرار كده معايا. ارجو يكون النهارده الفيديو يكون عجبكم، والكيكه كمان تكون شكلها تحفه. خلاص كده هي دخلت معانا في اللون الاحمر او الذهبي بالشكل ده، وهنبتدي ان احنا نطلعها من الفرن. يا دوب هي تبرد معانا شويه ونبتدي ان احنا نقطعها بالشكل ده او بالطريقه اللي انتي تحبي تقطعيها بيها. كده انا خلاص ببتدي ان انا احطها في الطبق. بصوا شكلها عامل ازاي يا جماعه، وكانت هشة من جوه بطريقة جميلة جدا. بصوا اللون، انا حبيت ان انا اوريكم. بصوا عاملة ازاي، هشة جدا وسكرها مظبوط، ولونها كمان كان تحفة. وبصوا حتى من ظهرها انا حبيت اوريكم الشكل اللون الذهبي بتاعها. اكلة سهلة جدا وبسيطة وحاجة حلوة تقدري تعمليها. دلوقتي كل حاجة غليت، دلوقتي احنا ممكن نعمل بطريقة سهلة وبسيطة في بيتنا وبأقل الإمكانيات تقدري تعملي حاجة حلوة لولادك. شكرا ليكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.